انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد حصرية للقبض على التيك توكر اليمني المعروف عبد الله اليمني، الذي أثار جدل بمقاطع فيديو يجرى فيها لقاءات مع الشعب الأمريكي مستخدما اللغة العربية في إهانة بعض الأشخاص بشكل ساخر. وتصدر عبد الله اليمني العناوين بعد أن حاول التقاط صورة مع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، مستخدما أسلوبه الاستفزاز الذي اشتهر به. في الفيديو ظهر عبد الله اليمني وهو يقترب من ترامب ويطلب منه التصوير، حيث قال له باللغة الإنجليزية: لقد قمت بإنشاء نظام الإنقاذات والإزالة، في إشارة ساخرة لفترة حكم ترامب وسياسته المثيرة للجدل، إلى أن الشاب فاجأ الجميع بتصرف حيث استدار سريعا ليأخذ صورة سيلفي دون إذن. اللحظة التالية تواجدت الشرطة الأمريكية حوله ووقفته على الفور وسط تجمهر المرة، حيث كبلوا يديه من الخلف. وأشارت مصادر مقربة إلى أن القبض عليه جاء بعد شكاوي عديدة تلقتها الشرطة بخصوص سلوكه المثير للجدل في الأماكن العامة واعتداؤه اللفظي على شخصيات عامة. من جانب آخر، شهدت مواقع التواصل تباينا في الآراء حول هذا الحدث، حيث رأى البعض تصرفه جراءة غير لائقة، بينما اعتبره آخرون حرية شخصية وسخرية عفوية.